رونالدو يوجه رسالة صادمة إلى نيمار بعد انتقاله لباريس سان جيرمان. ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن رونالدو أخبر نيمار برأيه حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن فسخ عقده مع برشلونة الإسباني. نيمار دفع شرطا جزائيا 222 مليون يورو لكسر عقده مع برشلونة، وتم الإعلان الرسمي عن انتقاله مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات. رونالدو نقل رسالته إلى نيمار بواسطة صديق مشترك يعمل في شركة راعية لهما. رونالدو أخبر نيمار بأنه متفهم قراره في الخروج من برشلونة هذا الموسم، ومتفهم فكرة إصراره على الخروج من ظل ميسي النجم الأول لبرشلونة. لكن رونالدو عاتب نيمار على قرار اختيار انضمامه إلى باريس سان جيرمان. نيمار سوف يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم خالصة من أي ضرائب، لكن رغم اللوم تمنى رونالدو التوفيق لنيمار في مهمته الجديدة مع باريس سان جيرمان. صفقة نيمار إلى باريس سان جيرمان أثارت اعتراضات كبيرة بسبب حصوله على أموال من طرف ثالث لفسخ التعاقد. انقلبت جماهير برشلونة على نيمار وحرقت قميصه بعد إعلان رحيله الرسمي، وصار نيمار نجما مكروها في برشلونة بعد أن كان النجم المحبوب من الجميع. وظهرت في الآونة الأخيرة ملصقات تهاجم نيمار وتصفه بالخائن. إدارة برشلونة أزالت جميع صور نيمار من ملعب كامب نو بعدما أصبح لاعبا لفريق آخر، والآن تراقب جماهير باريس سان جيرمان وصول نيمار وظهوره لأول مرة بقميص الفريق.